ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل شوية مسقعة بالخل والثوم، حاجة كده تحفة. بصوا المسقعة عاملة ازاي. انا بصراحة بحب اقدمها مع الرز الابيض وطبعا العيش، اللي حابب ياكلها كده او مع الرز او حابب ياكلها بالعيش، في الاتنين احلى من بعض. بصوا المسقعة عاملة ازاي، خطيرة. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. اول حاجة في زيت غزير عندنا مكعبات بطاطس مقطعينها ونقعينها في مية بملح، بنقليها، بنقطعها مكعبات صغيرة. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركوه مع اصحابكم، واللي ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة. دلوقتي بقى بنشيل البطاطس بعد ما اتحمرت معانا في الزيت. عندنا بقى مكعبات بتنجان، برضو البتنجان الرومي مقطعينه مكعبات وبنقليه برضو في الزيت، مدينه رشة خفيفة ملح، نزل ميته قلنا في الزيت. بنطلعه طبعا لونه فاتح، بننزل ببقية الكمية. عندنا فلفل رومي اخضر بنقطعه برضو مكعبات. دلوقتي بقى في طاسة سخنة على النار هنحط معلقة سمنة، هنحط توم مهروس وهريسة او فلفل احمر شطة. اللي مش حابب الشطة خلاص يشيلها، بس هي بتدي نكهة خفيفة يعني مش جامدة قوي يعني. بنقلبهم كويس قوي لحد ما التوم معانا ياخد اللون الذهبي الجميل. معلقة كبيرة خل، طماطم مبشورة، ومعلقة كبيرة صلصة. هننزل بقى بمكعبات الفلفل ونغطي ونسيبهم يتسبكوا مع بعض بالشكل ده. طبعا ريحتها عالمية، ما حصلتش، ريحتها تحفة. هننزل بقى بالبتنجان وبرضو نغطي. في الوقت ده احنا مهديين النار جدا علشان يتشربوا كلهم مع بعض. عندنا نص كوباية مية سخنة، بنحطش مية كتير، هنغطيهم ونسيبهم يتسبكوا مع بعض ويتشربوا. بصوا بقوا حاجة كده تجنن. هنملحهم طبعا بندوق الحياء ونشوف ناقصه ملح قد ايه. هنبتدي بقى ننزل بالبطاطس، وننزل بربع كيلو لحمة مفرومة معصجينها. حاجة بسيطة جدا من اللحمة العصاج، بس بتديها نكهة غير طبيعية. كده بقت جاهزة معانا. شربوا بقى كله مع بعضه كده على النار الهادية، حاجة بقى تجنن. طبعا اللي حابب يحطها في الفرن تمام قوي. مسقعة بتاعتنا جاهزة جميلة، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش اللايك، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.